بصراحه هي المقاطعه تعمل ايه في كل اللي بيحصل ده؟ اكيد المقاطعه يعني ملهاش دور كبير، فما فيش داعي ابدا ان انا احرم نفسي من المنتجات اللي انا متعوده عليها بقالي سنين عشان خاطر حاجه ملهاش لازمه اصلا. فانا مش مقاطع. طيب واحده واحده، خليني احكي لك قصه نابليون واليهود. نابليون كان عنده خطط استعماريه كبيره جدا، ولكنه ما كانش عنده فلوس تمول كل الخطط دي. فقعد يفكر يا ترى هو انا ممكن اجيب مين يمول الحكومه الفرنسيه في فرنسا ويمول حملاتي الاستعماريه في العالم كله، لا وكمان يبقى عنده القدره على بث الفتن واشعال النيران واحلال الفوضى في كل الدول اللي هدخلها بحيث ان هم يسهلوا لي احتلالها. يا ترى مين اللي عنده كل الامكانيات اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ هما اللي ما يتسموا. هما كانوا هيعملوا كل ده قصاد ان نابليون يعترف بيهم، لانهم كانوا مكروهين ما شاء الله، مش في اوروبا بس، لا في العالم كله، محدش كان طايقهم. فهم كانوا هيعملوا ده قصاد ان واحد نابليون يعترف بيهم، اتنين ان هو يديهم فلسطين واجزاء من مصر عشان يبقوا متحكمين في الملاحه في البحر الاحمر والبحر المتوسط، ويبقوا على علاقه كويسه بالدول اللي هي هتبقى صاحبتهم زي فرنسا. ولكن يشاء ربك ان المخطط ده يفشل سنه 1799 لما نابليون خسر في عكا. فقالوا خلاص ده مش وقت ان احنا نستعمل دول، احنا هناخد وقتنا في اننا نبني اقتصادنا. وفعلا بقوا معاهم فلوس بالهبل، وبفلوسهم دي عرضوا على العثمانيين ان هم يشتروا فلسطين. ولكن السلطان عبد الحميد الثاني رفضوا بشده برغم ان وضعه المادي كان سيء جدا. لما نوصل بالتاريخ لوعد بلفور اللي هيساعد اليهود على هجرتهم لفلسطين، هم العائلات الغنيه اليهوديه، هم اللي معاهم الفلوس، فهم اللي هيمولوا الليله دي كلها. اللي انا عايزه اقوله لك ان الكيان ده اتبنى بسبب الفلوس الكتيره اللي كانت معاهم وما زالت يعني. فاللي يهز وجودهم ايه؟ الفلوس برضو. احنا اكتشفنا ان احنا طول عمرنا بنمولهم واحنا مش حاسين. امبارح انا كنت في السوبر ماركت، الحاجه اللي كنت بجيبها باكس بقى الاتنين منها بنفس الاكس ده. طبعا ده مش في كل المنتجات، في منتجات تانية عليها خصومات كبيره وفي منتجات لسه بتعافر، بس اللي انا باكده لك ان كل ما تستمر المقاطعه دي اكتر واكتر كل ما الحاجه دي تمنها هيرخص اكتر واكتر. فاهم حاجه في المقاطعه دي هو طولها، كل ما تطول كل ما نشوف اثرها، كل ما المقاطعه تطول كل ما تهزهم اكتر واكتر واكتر. هيلعبوا بيك ويحسسوك ان انت الوحيد اللي مقاطع وان انت الوحيد اللي مستغني عن كل النعم دي، في حين ان الناس التانية ولا هممها ولا على بالها ومش مقاطعين. دي مش حقيقه، احنا كتير مننا قوي مقاطع سواء في مصر او في الدول العربيه. اوعى تتهز وافتكر دايما ان احنا قاطعنا ده وده وده، عشان كل قرش بندفعه فيهم بيروح لده وده وده.